بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها اول ما تنزل على القناة. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما اتعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. المتصل بتقول ان جوزها دكتور وفتح عيادة وبيعاشر الممرضة اللي عنده. الممرضة دي اصلا متزوجة وكمان حامل.
ف بتقول انا وقفت جنبه وسافرت معاه جميع البلاد عشان يقف على رجله ويقف جنب اخواته ويقف على رجله، وبعد كده يعني حياته فسدت وطبعا زي ما قلت في المقدمة انه بيعاشر الممرضة اللي عنده في العيادة. غير كده يعني اتفضح عندهم في البلد بالعلاقة دي، وكل الناس عرفت وعياله عرفوا، وعياله لسه صغيرين، واحد في اعدادية، واحد في ابتدائي، واحدة في ابتدائي، واحدة لسه عندها 4 سنين. وكمان بيراعيش ربنا، يعني بيجيب حاجات وحشة على الموبايل، وبيتكلم البنات وبيعمل حاجات مش مظبوطة، وعليه ديون 200,000 جنيه وحاجات كتير. طبعا دي التفاصيل وهتشوفوا الفيديو. طبعا هنشوف رد الدكتورة نادية عمار على سؤالها. انا ليا تعقيب. الزوج ده مش سوي، ولازم يتاخد اجراء. طبعا بتقول انا اتطلق وممكن اسيبه للعيال. طبعا العيال هيتفسدوا عشان ابوهم مش مظبوط اخلاقيا، فانت بين نارين، يا اما يعني ترفعي طلاق للضرر وتاخدي حقوقك، اما حاولي تضغطي على جوزك يأمن لك مستقبلك، يكتب لك حاجة، اما تتطلقي وتاخدي عيالك. مينفعش تسيبي له العيال ليه ابدا، عشان طبعا مش هيعرف يربيهم، ان هو اصلا اخلاقه مش تمام. وربنا يعينك، يعني ده رأيي اذا كنت تقدر تصرف عليهم. اما الحال ده مش مظبوط، يعني لازم وقفة، يعني لازم حد يسوي عنده في العيلة ياخد معاه موقف، او بقى يعني تاخدي معاه موقف حازم، تقولي له انت كده عليك ديون هتخرب بيتك، انت فضحتك بقى بجلاجل، وضعك الاجتماعي. دي واحدة متجوزة، مش يعني عندك بنات، يعني اتقي الله عشان يعني ربنا يحافظ على بناتك. ولادك هما اللي هيشيلوك، فانت فوت تشيلهم عشان يشيلوك. لازم تبقى قدوة ليهم. يمكن ربنا يهديه وتقول له يعني انت بتزني وبتعاشر واحدة متزوجة ومش هتفيدك بحاجة، يعني يمكن ربنا يهديه. بس انا يعني واضح كده ان لازم تتطلق وتاخد عيالها يعني. بس وانتوا ليكم التعليق، وتنسوش تدعموا القناة باللايك والتعليقات عشان الفيديو يظهر للناس وكله يستفاد من المشاكل دي عشان نتعلم منها. شكرا لحسن المتابعة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا فيديوهاتنا اول باول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو دكتور وفاتح عيادة، عمل علاقة مع الممرضة اللي شغالة معاه في قلب العيادة. بعد إذن حضرتك أنا في مشكلة عايزة رأي حضرتك فيها. اتفضلي يا ست ايمان. أنا متجوزة بقالي 15 سنة ومعايا 3 أطفال. ماشي. يعني لفت البلاد كلها مع جوزي عشان خاطر يقف على رجله واجوز اخواته يعني، ومشيت معاه مشوار طويل وبدأت استقر بقالي 2 3. هو دكتور وفاتح عيادة، عمل علاقة مع الممرضة اللي شغالة معاه في قلب العيادة. هي كانت مخطوبة واتجوزت
وانا بعد ما اتجوزت مسكتهم مرتين الاتنين في العيادة. يا لطيف. مرتين اتنين، مرة ما شفتهاش ومرضاش يدخلني وضربني وبهدلني وقال لي عشان خاطر ما تفتحنيش عشان خاطر العيال، وسكت. طبعا ما تفضحيش. وسكت عشان خاطر مثلا قلت تكون نزوة او غلطة، ورحت ورجعت تاني. وتاني مرة دخلت وزقيت الباب وشفتها وكانوا قافلين العيادة سوا، وقال لي انا مش موجود، وكانوا طابخين وقاعدين جنبي وهي متجوزة وحامل، وبهدلني وضربني ورمى عليا من طلاق. ومشيت ورجعت تاني عشان خاطر العيال. مع ذلك هو لسه مستمر في اللي هو فيه ومعاملته وحشة معانا، وبقى عليه ديون كتير، وكان كاتب لي شقتين بس مرضاش يسجلهم لي. انا رجعت اول مرة، تاني مرة كتب لي شقتين اتنين وعشان خاطر احافظ عليهم ليال بس مرضاش يسجلهم لي. ومعاملته دلوقتي معانا وحشة جدا جدا، موبايلاته بيقفلها، داخل خارج الحمام بيمسكها على طول. ودلوقتي بقى ايه، اخوات قالوا ادبهم معايا وعايز ادخلهم غصب عني، وانا مبقتش قادرة استحمل الصراحة. انا كان بيبقى قاعد يعني في الأوضة جنبي على السرير، وكنت بغير وش الناحية التانية عشان خاطر كان بيتكلم. ما هو انتي اكيد في الفترة دي برضو يا ايمان يعني خدتي موقف، ده شيء طبيعي. لا بالعكس، كانت حقوق كلها بياخدها. كنت باجي على نفسي اقول عشان ما اقصرش، عشان ممكن يكون سبب. امال ليه بيعملكم معاملة وحشة برغم انه مخطئ، خطأ كبير، خطأ في حق الله وخطأ في حق. بيقولك ده انا اتحاسب عليه، مش انتوا اللي تتحاسبوا عليه. نعم، هو اللي هيبقى مسؤول عن افعاله. ماشي، ده شيء طبيعي، لكن معنى كده انه في حق بيضيعه ليكي، انه هو يجامع، إن كان يجامع امرأة أخرى في حرام ثم يأتيك، ليس ده طغيان على حقك؟ طبعا طغيان على حقك. يعني ايه هو؟ ما انت هتتحاسب، لكن في حق امرأة أخرى. شو مش معترف بكده، وانا كل مرة اضغط على نفسي عشان طيب انتي سؤالك تحديدا يا ايمان؟ ايوه، انا تعبت دلوقتي، ويعني انا معايا 3 عيال، الاطفال دول اطلق يعمل له خلع. الاطفال دول اعمارهم ايه؟ انت شايفة انه دلوقتي انت لو طلبتي الطلاق انت هتقدري تقفي؟ مش راضي يطلق. لا، ومسألة كمان الولاد والبيت، يعني في امور لازم الانسان يوازنها. من حقك طلب الطلاق، ما اقدرش اقولك انك مش من حقك، لكن احنا مش عايزين نجري كده. انا راجعه بقالي سنه، قلت ينصلح من حاله ولسه اللي هو فيه
وعليه ديون 200,000 جنيه. وانا تعبت يعني، عارفة يعني هو حقوق بياخدها وبقى وانتي حضرتك هتقدري تتصرفي في نفقة الأولاد والمعيشة؟ أول هخلعه وبعد كده يعني أطلب لي مش هتاخد العيال، وبعد كده أطلب إن أنا أخد العيال. لا انتي لازم ما ادهمليش خلاص، يعني أنا خلاص مش قادرة أستحمل صراحة. وأولادك يا إيمان؟ ما أنا مش قادرة، العيال بيشوفوه كده، والعيال عارفين كل حاجة. العيال عارفين منين يا إيمان؟ شافوه بالموبايل، ده بيبقى في وسطنا الموبايل مفتوح والفيس والواتس والصور والكلام. شافوه ازاي هو قاعد يتكلم في وسط البيت قدام ولاده؟ ايوه بيبقى فاتح الفيس عمال يتكلم، وممكن ينام والموبايل العائل يمسكه. وبعدين الفضيحة دي لفت البلد كلها، الفضيحة دي لفت البلد كلها، عرفوا. وبيشوفوه داخل الحمام بالموبايل وطالع، يعني قدوة سيئة. طيب اقوم انا بقى اكمل على بقيتهم يا ايمان وارجعهم له؟ ما بيصليش. طب ماشي، ما هم قاعدين معاه يتعلموا منه، انا اعلمهم وانتي لما تمشي وترمهم له هو هيعمل ايه؟ هيرميهم. ده اللي انا بفكر في الولاد، مش معناه كده انا مش بفكر فيكي، بس انتي لو شفتي في ابنك او بنتك حاجة وحشة انتي هيبقى شوفي لحظة اللي انتي حاسة ان الدنيا كلها يعني بتتسرب من بين ايديكي. انت لما تشوفي ابن او ابنة على حال مش مظبوط يعني هتبقي اسوأ حالا، مش زي ما انت فاهمة. انا بس عايزة يبقى قراري مدروس. ده راجل منحرف، وبيأتي امرأة متزوجة، يعني مش زنا عادي، ده زنا فاجر. فأنا دلوقتي في وضع لا أحسد عليه، فلازم أدرس قراراتي. هرجع تاني أقول التأني من الله، لك كامل الحق فإن أنا أطلب الطلاق للضرر، لكن ما اقولش لو ما ادانيش ولادي خلاص، لو اداهم لي وياخدهم واضيع ال3 ولاد. ان كان معي رجل سفيه لابد ان اكون اكثر حكمة. هي دي امانات ومسؤوليات. هو ضيع البيت وهز البيت بالتصرفات الحمقاء. ومش هاجي عليكي واقول يا ترى احنا مقصرين ولا مش مقصرين، بس هقول برضو لابد الانسان يرجع لنفسه، هل مني تقصير ولا لا؟ هل بدي الصورة اللي الزوج محتاجها، بالذات لو زوج ضعيف النفس وسهل انه يغلط وسهل انه ينجرف، ولا انا بدي الصورة اللي انا عايزة اديها، اللي انا بس عايزة اديه مش اللي هو عايزه؟ لازم الانسان يكون صريح مع نفسه، ما يجاملش نفسه. هل انا كأم
بعد ما اقول له خد ولادك، ما قال لك انا مش هديكي الولاد، هكون يهنأ لي عيش ان انا بعيدة عن ولادي؟ ما انا مش عايزة قرار انفعالي. لك كامل الحق في طلب الطلاق، ولكن بين امضاء ذلك الحق وبين الموازنة يبقى عندي كده فقه موازنات، اوازن بين اموري، يعني فهم قائم على الموازنة بين خطر واخطر، سيء واسوأ. هل عين السوء ايه؟ السوء اللي انا فيه، في عين سوء بقى اشد سوءا من اللي انا فيه، اني اشوف ولد او بنت انحرف وكأني برمي عليه المسؤوليات، وان انا كده رفعت ايدي. حضرتك عايز تطلبي الطلاق تاخدي اولادك ما ترميهمش، لكن انا هقدر اصرف وافتح البيت ولا استنى شوية اقف على رجلي واشوف عمل ليا وانظم اموري، ارتب اوراقي يعني، وبعد كده اقول يا طلاق واقول يا خلع؟ وانا ما اقدرش الومك في هذا الامر، وان كنت دائما ابدا بقول ان الواحدة تصبر وتأخذ بالاسباب قدر المستطاع. ساعات ناس لا سنة ولا 2، ده الحرام وانا عايزة ارجعه. الرجوع ده مش سهل، ومصمم على الحرام، فإما إنه يعني يكون عنده بريق من الأمل فيه والإيمان، فيعني تتداركه رحمة رب العالمين، وإما يظل على ما هو عليه. وقلنا قبل كده إني باخد بإيد إنسان ذاق الحرام حاجة مش سهل. اللي بيدوق الحرام زي اللي بيشرب الماء المالح، كلما ازداد شربا ازداد عطشا، لأنه الماء المالح لا يروي إنسان، والحرام لا يروي ولا يشبع إنسان، يزيد نهم، ولو ملحقش نفسه خلاص استقر في ذلك الوحي. فأنا لازم أوزن أموري قبل اتخاذ القرار ورمي الأولاد بالصورة اللي حضرتك بتقولي عليها. لا، دول بارقة خير، مش عايزين نفسد حياتهم ولا نضيعهم ولا نضيع مستقبلهم عشان رجل نسأل الله له الهداية أصابوا ما أصابوا من هذا السفه الذي هو عليه، ويترك الحلال ويأتي الحرام، ويترك 3 أطفال، وإن الأمر يبقى منتشر. يعني هو حتى مش همه لا سمعته ولا سمعة ولاده. يبقى أنا بقى كده هاخد ركن مع نفسي وآخد القرار بهدوء، وقراري ما يبقاش في بعد عن أولادي. دي نصيحة أخذت بها فبها ونعمت، لم تأخذي بها فالأمر بين يديك.